السلام عليكم خوتي خواتاتي العزاز، مرحبا بكم في قصه جديده. وانا عارف بان شحال هادي ما لحت شي فيديو تقريبا هادي 4 شهور، ولكن جيتكم بقصه جديده بعنوان الفقر والذكاء. وباش ما نطولش عليكم كيف العاده خليكم مع الانترو. القصه بدات مع واحد الاسره فقيره في حي فقير في كوريا الجنوبيه. هاد الاسره هادي كتكون من اب واحد البنت والولد اللي سميتو كيفن، اللي هو طالع عليه هاد القصه من البدايه، ومحاربين غير مع الوقت وبزز باش كيديباني بواحد المطعم ديال البيتزا كيطويو ليهم الكرا، وهذا هو المدخل الوحيد اللي عندهم. واحد النهار مريحين كيتعشاو وهو يجي عندهم واحد صاحب ولده وجاب ليه واحد الصخره قال ليه كتجيب رزق. واحد اللحظه خرجوا برا كيهضروا وقال ليه صاحب كيفن باش يولي يدوز السوايع لواحد البنت في لونجلي كيعرف باش يدبر على راسه، مع حيت صاحبه مسافر على برا. وهاد البنت والديها لاباس عليه. كيفن قال ليه راه انا ما وصلتش حتى للجميع، كيفاش بغيتي يقبلوني؟ قال ليه لا، زور داكشي كله وكون هاني يعني ديباني راسك. ومشى كيفن عند اختو وتزور ليه المسائل كلها وداكشي وعائلته كامله معاونه معاه. كمل كلشي ومشى قصد دوك الناس مع صاحبه. قبل ما يمشي في حاله وصاهم عليه، ومع وصل للفيلا حلوا ليه الباب، بان ليه الخير كثير وهو يترخى. استقبلته الخدامه وصلته، تلاقى مع السيده وتفاهمت معاه، قد المسائل ديالو وقالت ليه يمكن له يبدا الحصه الاولى ديالو من دابا. قال له اوكي، وبدا الحصه ديالو الاولى مع البنت سميتها هضر. وهو غادا في السنطيحه وصل، ولكن ذكي وكيسير راسو وسال الحصه وناض باش يمشي في حاله. وهي تعاود ليه على ولدهم الصغير كيطيروا فيه المشاكل بزاف، وما كرهاتش شي معلمه تكون متمكنه وتتكلف به. كيفن هو يكذب عليها، قال لي انا كنعرف واحد السيده متمكنه مزيان ومعرف، وهو كيهضر ليها على اخته وبغى يخدمها معاه، ولكن راه ما قال ليهاش راه اخته وكيشكر فيها بزاف. تا قالت ليه صافي جيبها لي. داكشي اللي دار، اتفق مع اخته وجابها ليها وداير راسو ما كيعرفوش بعضياتهم. من اول حصه الولد الصغير خرج ديسيبلين، مولات الدار ما عرفت والو وعجبها الحال. وفي الليل بغات تمشي في حالها، مع الوقت معطل وهي خارجه تلاقات مع مولفي. دخل هو يقول الشيفور ووصلها للدار وبهذه الطريقه ولا هو واختو خدامين مع موالي الفيل ودبروا على راسهم وخرجوا يتعشاو برا وكيخططوا كيفاش يدخلوا باهم معاه. واحد النهار اخت كيفن جبدات الصداع للشيفور ديالو، قالت لهم كيتعدى عليا من كيكون موصلني وطردوه من الخدمه. وبقات كتشكر لهم في واحد الشيفور وقالت لهم هذا قد المهمه وهي راه كتهضر على باه. وكيف ما دار كيفن باش دخل اختو حتى هي دارت الطريقه باش تدخل باه. وداك الساعه قال لها جيبيه. ومشى كيفن هو وباه لواحد لا ميزون ديال السيارات ودايرين فيها باغيين يشري زعما، هما راه باغيين ياخذوا غير فكره شويه على المعلومات على ديك السياره، حيت هي نفس النوع اللي عند السيد مول الفيلا. وبدا الخدمه معاهم وتشوفوا تقول هذا عنده تجربه كبيره بجميع الطرق، وتا هو بحال ولد حيت هو الجدر والمنبع ديال الذكاء. ومن بعد ما خدموا بثلاثه بهم بقات لهم كيفاش يدخلوا. وبطبيعه الحال انتم عرفتوا بمن غيدوروا بالخدامه وبداو كيخططوا كيفاش يطردوا الخدامه. وهاد السيده قديمه وهي معاهم كانت خدامه مع السيد اللي باع لهم هاد الفيلا وطلب لهم باش يخليوها معاهم وخلاوها. المهم هاد الخدامه عندها حساسيه من الخوخ، لا شماتو كتبقى غير تسع بزاف، وهذا علاش الخوخ ما كيدخلش للفيلا. كيفن عفريت مشى قشر داك الغبره ديال الخوخ وكيوصل حداها كيلوح عليها داك الغبره بلا ما تشوفو، وهي بقات غير كتسمع. مشات دارت تحاليل خافت لا يكون قاصها شي، وهي في العياده صورها بوت كيف ودات التصويره المولات قال ليها سمعتها كتهضر مع شي واحد، قالت ليه راه فيا السو، وهو يقول لها راه هادي خطر تعيش معاكم في الدار. وهو يصيفط ميساج للبنت وقال لها بقات لينا 3 دقائق ونوصلوا للفيلا. وهي البنت تجبد داك الخوخ ورشات عليها الغبره عاوتاني، والسيده عاوتاني بدات كتسعل. مولات الدار دخلات شافتها كتسعل تخلعات. الخدامه لاحت داك كلينيكس ومشى الاب هزو وعمرو بكيتشوب وراه لمولات الدار، وهي تاكد وجراو عليه. واحد النهار بات كيفن موصل مول الفيلا ديالو وهو يقول ليه توحشت الماكله ديال ديك الخدام. وهو الاب ديال كيفن هو يجبد ليه لاكارت فيزيت ديال واحد الشركه قال ليه عندهم الخدامات واعره، وقال ليه على حساب. وهو في الاصل عطاه النمره ديال مراتو اللي هي الام ديال كيف، وهي تعيط ليه مولات الفيلا ومبدله الصوت وهضرات معاه على الاساس هما شريك، وقدات معاه المسائل ويدي ليه الام ولات خدامه في الفيلا. وغاب الفعايل ولاو عايشين معاهم في الفيلا واكلين شاربين مخلصين، وبالليل كيرجعوا للفقر يا خويا ما كيحشموه، وتشوفهم مكحطين يبقاو فيك وهما غير تغفل راس كيجبدوه لي. واحد النهار موالي الفيلا غاديين مسافرين ومولات الدار كتشرح المسائل للام ديال كيف، وهي اللي غتبقى حاضيه الفيلا، وركبوا في الطوموبيل ومشاو. وهما استغلوا الغياب ديال موالي الفيلا ويتمتعوا في الفيلا، وراه هادو يزيدوا عام واحد يديو لهم الفيلا.
وبداو كيتعشاو كيتفرجوا ويتحدثوا. واحد اللحظه وهو يصوني شي واحد، جاوبات في الانترفون وهما يلقاو الخدامه القديم. دوت مع الام حيت ما خصهمش يبانوا كلهم مجموعين. الخدامه طلبت منها تحل عليها، قالت لها راه نسيت شي حاجه بوزيد، وخلاتها واحد اللحظه تدخل وتبعاتها. لقاتها كتحل واحد الباب سري وعاوناتها تحل الباب، وبقات شويه وهي تلقى واحد الراجل عايش تحت الفيلا. وهذا الراجل هو الراجل الخدامه القديم، 4 سنين هو مخبي في هذه الغرفه السريه تحت الفيلا وهربان بشي وحدين كيسالوه الفلوس. ومراته كتهبط ليه الماكله كل نهار. وملي كتكون الدار خاويه كيطلع برجلو، والعائله الفقيره كيتجسسوا. واحد اللحظه طاحوا بالغلط، شافتهم الخدامه القديمه وعقت بهم بالله عائله وحده، وصورتهم وهددتهم تصيفط الفيديو للمولشي ودارت لهم عقوبه، وعايشه هي وراجلها اللحظه وكيضحكوا حيت هما اصلا سابقينهم لهادشي. كانوا غير كيخرجوا هما للفيلا كيطلع عندها راجلها. واحد اللحظه سهات جبدوا التليفون من يديها بزز ومسحوا الفيديو وبقاو مضاربين. وين وهي تصوني مولات الفيلا راجعين من السفر بسبب الشتا وما يبقى لهم والو ويوصلوا للفيلا، والفيلا مرونه وبقاو كيقادوا في المسائل. والام مشات تطيب، الاب تكلف بالراجل الخدامه رجعوا لبلاصتو، وكيفن تكلف بالخدامه والخدامه هربات ليهم. وهي طالعه للكوزينه باش تفرشهم وهي تضربها. الام طاحت على راسها غيبات. هما الدار كيدوروا الفوق والاب تحت مضارب مع الراجل الخدامه، والام يعني كتلهي مولات الدار. اب كتف داك الراجل الخدامه مزيان وخرج سد عليهم. هما الفيلا الفوق جايبين الدنيا خو. واحد اللحظه تا كانوا غاديين خارجين ويبان الولد الصغير خرج للجرده وهما يتخباو تحت طاب. والمشكله هما مالين الفيلا غيباتوا في داك البلاصه فين هما مخبيين. الام بقات حاضيه مع الولد الصغير باش ما يشوف فين مخبيين، وهما كيتسلتوا غير بشويه بشويه باش ما يسمعوهمش. واحد اللحظه مالين الدار نعسوا، كيفن اختو خرجوا من تحت الطابله وهرب. الاب غادي هربان حتى هو، والولد الصغير هو يفيق وهو يحصل وسط الدار. تخيلوا معايا هما يرجعوا ينعسوا، ومشى هو يكمل طريقه وخرجوا بثلاثه من الكراج بلا ما يشوفهم شي حد. والشتا كطيح بالجهل. وصلوا لدارهم لقاوها غارقه بالفيضان. الخدامه القديمه وراجلها مضاربين باش يفكوا راسهم. شويه الخدامه طاحت ماتت. العائله الفقيره كيعينوا مع الماء في دارهم. وداك الليله جمعوا كاع العائلات اللي ضربهم الفيضان وبيتوهم في واحد القاعه مغطاه. باتوا ليله كامله هو كيخمموا في القضيه. الصباح مولات الفيلا دايره حفله لولدها الصغير، وعلى غفله عيطات الاخت ديال كيفن باش تحضر، وبنتها عيطات لكيفن حتى هو باش يحضر، يعني غيحضروا كاملين في الفيلا. واحد اللحظه كيفن دخل كيتسلل لتحت باش يقتل الخدام هي وراجله، والصخره اللي كان عطاه صاحبه على قبال باش كتجيب رزق وهو غيجيب بها الروح. مع طاحت ليه هو غادي يتابعها وهو يشنقو راجل الخدام، هرب ليه وهو يطيح. وصل للكوزينه شدوه ويضربوا للراس، وراجل الخدامه خارج الفيلا هاز الموس كبير. وصل هو يقتل خت كيف، شافوا الولد الصغير هو يغير وهي تقرب للدعم. جات الام ضربها حتى هي. مول الدار بغا يسوارت ديال الطوموبيل باش يعتق الولد، لاحوا ليه الاب. الام قتلات الراجل الخدام. مول الدار بغا يهز السوار، شم الريحه ديال بوت كيفن عرفوا وعاقبيه وهو يقتل، وهي تفرتك المجموع. من بعد مده من الواقعه كيفن فاق من الغيبوبه ووقفوا عليه البوليس كيحققوا معاه. دار فيها ما عرف والو، والاب باقي غابر كيقلبوا عليه. وكيفن بقى عايش غير هو والام ديالو حيت اختو ماتت. البلاد كامله كيهضروا على الموضوع. من بعد مده طويله مشى الاب ديال كيفن لواحد الجبل قبالت الفيلا وبقى كيشوف بالمنظار. واحد اللحظه كتبان ليه البوله كتشعل وكطفي بواحد الطريقه عندها معنى، وهو يعرف باللي باه كاين تحت الفيلا فين كان مخبي راجل الخدامه القديمه. حيت نهار الكارثه اب ما هربش، مشى نيشان للغرفه السريه اللي تحت الفيلا وضرب مده طويله الفيلا وما شراها حتى واحد. حتى لواحد النهار شراوها شي ناس. ديك الساعه ولا كيلقى ما ياكل وتحسنت الوضعيه والضوء كان كيشعل وكيطفى. هذيك راه كانت رساله عندها معنى وغيفهموها غير صحاب الكشافه والمخيمات، وحيت هو الاب ديالو كان عنده مع هادشي. وهذاك الضوء على الرساله كيجربها على الله باش يشوفها كيف. واحد النهار شافها كيفن وفهم اشطار وضربت مده، وكيفن حتى هو ولا لاباس عليه وشرى الفيلا اللي مخبي فيها باه باش يقدر يامنوا ويعيشوا مرتاح بلا ما يشوفوا شي حد. ويا خويا ما عندك هاد الحل باش دير هاد الفلوس وتشري الفيلا، ديرها من الاول، ما تسخسخناش معاك اصاحبي ومسخسخ داركم وقاتل عباد الله. وهاد القصه عندها بزاف ديال الرسائل، واولهم القناعه، حيت كانوا كيقنعوا بالخدمه ديالهم كانوا غيتعفاو بزاف ديال الكوارث وحوايج اللي كانوا كيسحب ليهم غيوفروا ليهم السعاده، زادوا همهم وسبب التعاسه ديالهم. القصه ايضا كتبين باننا الا تلاقى الفقر المادي والفقر الفكري النتيجه كتكون كارثيه، وخاصنا نعرفوا بان المعقول هو الاساس، ومبدا الخدمه بالمعقول قدر يشري الفيلا برزقه. وهنا غتكون سالات القصه ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكون عجبتكم. الى قصه جديده ان شاء الله.